السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله مع تاني درس من دروس فرع الأدب للصف الأول الثانوي. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن البيئة الجاهلية وديانات العرب وطباعهم وحياتهم وكل أشكال الحياة التي كانت موجودة في العصر الجاهلي. وقلنا أن العصر الجاهلي هو العصر الذي يسبق الإسلام بنحو قرن ونصف، حوالي 150 سنة قبل ظهور الإسلام. هي دي الفترة اللي بتسمى العصر الجاهلي. طيب النهارده بإذن الله بنتكلم عن سمات الأدب في العصر الجاهلي. طب يعني إيه كلمة سمات؟ سمات يعني صفات، صفات الأدب في العصر الجاهلي. الأدب في العصر الجاهلي اللي احنا بنتكلم فيه ده كان الأدب كان عامل إزاي؟ الأول لازم نفهم إن الأدب بيشتمل على شيئين، وهما الشعر والنثر. الشعر والنثر. في الفيديو ده هنتكلم بس عن الشعر بس، عشان ما يكونش فيديو طويل يعني. وهي دي أهم حاجة بقى، هي السمات الخاصة بالشعر والسمات الخاصة بالنثر، لأن الأسئلة بتجيلي فيها. الأسئلة بتكون تطبيقية على السمات دي، بيجيب لي قصيدة أو بيت شعري أو اتنين أو تلاتة أيا كان، وبيسألني على حاجة من السمات دي اللي أنا المفروض إن أنا أفهمها وأعرفها كويس جدا. فأول حاجة نبص مع بعض كده، بيقول لي ما الشعر؟ ما مفهوم الشعر؟ الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يصور به الشاعر عواطفه وإحساسه، معتمدا على موسيقى الكلمات ووزنها وعلى عنصري الخيال والعاطفة. طيب بالراحة كده شوية، يعني إيه؟ الكلام الموزون المقفى يعني إيه يا أولاد؟ هو الكلام اللي له وزن وقافية محددتين، يعني هو الوزن وله قافية. يعني ايه وزن وقافية؟ لما تيجي تبص لأي قصيدة شعرية كنت بتاخدها في المرحلة الإعدادية، أي نص شعري، كنت بتلاقي في إن آخر الأبيات بتكون ليها نفس النهاية. آخر الأبيات بتلاقي في آخر السطور كده كلها ليها نفس النهاية. دايما تلاقيها ليها نفس الإيه، بتنتهي بنفس الحرف أو بنفس الوزن، وده اللي بيتسمى وزن وقافية يعني. فمعتمدا على موسيقى الكلمات ووزنها وعلى عنصري الخيال والعاطفة. طب يعني إيه بقى عنصري الخيال والعاطفة؟ معتمد على عنصري الخيال والعاطفة. الخيال اللي هو البلاغة، اللي هو الفرع الثاني اللي موجود عندك اللي أنت هتاخده، البلاغة. البلاغة اللي موجودة عندك اللي هي بقى التشبيهات والاستعارات والكنايات، الحاجات اللي موجودة عندك اللي أنت تاخدها في الفرع الثاني وهو فرع البلاغة. والعاطفة، عاطفة الشاعر اللي بتظهر، هو عاطفته مثلا بيتكلم عن حب الوطن، بيتكلم عن الحنين لدياره لو واحد مثلا مسافر ولا حاجة، بيتكلم عن محبوبته، بيتكلم عن بيكون العاطفة المسيطرة عليه الفخر مثلا، الحماسة لو في حرب معينة أو شيء معين هو بيتكلم عنه. طيب نيجي بعد كده إلى سمات الشعر الجاهلي. طب احنا فهمنا يعني إيه شعر وعرفنا يعني إيه عصر جاهلي. سماته وصفاته، دايما الصفات يا ولاد بتكون إيه؟ بتكون من خلال المعاني بتاعة الشعر والأخيلة والأساليب والألفاظ. المعاني بتكون واضحة. المعاني في الشعر الجاهلي كانت معاني واضحة وقليلة التأنق في ترتيبها. يعني إيه؟ يعني معاني واضحة، معنى الأبيات والقصائد واضحة. ممكن يكون الكلمات بالنسبة لنا احنا صعبة شوية، لأن احنا يعني إيه مش في العصر اللي احنا فيه مش متعمقين قوي بقى، ما بنتكلمش لغة عربية فصحى، فممكن تلاقي الكلام صعب شوية. ولكن هي قليلة التأنق في ترتيبها. يعني ايه قليلة التأنق في ترتيبها؟ يعني مفيش تكلف، مفيش زيادة، ومفيش محاولة لإظهار شيء هو مش موجود. مفيش تأنق كده، الموضوع عفوي جدا وبسيط جدا. هم أصلا العرب كانوا يعني إيه بينشدوا الشعر بطبيعتهم كده. طيب الأخيلة، البلاغة بقى اللي موجودة. لما تلاقي كلمة الخيال دي اعرف بقى كده، عشان نبقى إيه متفقين مع بعض. لما تلاقي كلمة الخيال اعرف إن كلمة الخيال دي يعني البلاغة. أول حاجة في البلاغة مقسومة عندك لنصين، التشبيهات والاستعارات. ده بالنسبة للترم الأول يعني في الإيه في البلاغة. فبيقول لي التشابيه طريفة. يعني إيه التشابيه طريفة؟ يعني التشبيهات اللي موجودة مقبولة وجميلة. يعني ممكن الشاعر مثلا يتكلم مثلا يشبه محبوبته بالبدر القمر، يشبه مثلا فارس من فرسان القبيلة بالأسد. التشبيهات اللي موجودة هنا جميلة. كذلك الاستعارات برضو مقبولة وجميلة. الأسلوب بقى بتاع الشاعر، هل الشاعر ده أسلوبه في الكلام عامل إزاي؟ هل بيطول في الكلام؟ هل بيختصر؟
هل بيكفي المعنى؟ هل بيعمل إيه بالضبط؟ فبيقول لي هنا تفضيل الإيجاز. يعني إيه تفضيل الإيجاز؟ يعني الشاعر بيفضل الاختصار، كلمة الإيجاز يعني الاختصار، إلا إذا دعت الحاجة، إلا لو حب إن هو يطول، عاوز يأكد على معلومة معينة، عاوز يأكد على فكرة معينة، فممكن من هنا يبدأ يطول. طيب نيجي بعد كده إلى ألفاظ الكلمات بتاعة الشعر. بيقول هنا جود استعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لها، عدم تعمد استخدام المحسنات البديعية وقلة استعمال ألفاظ المجاز. يعني إيه؟ جودة استعمال الألفاظ في معانيها يعني بيختار اللفظ المناسب للمعنى اللي هو عاوز يقوله، بيختار اللفظ المناسب للمعنى اللي هو عاوز يقوله، اللفظ المناسب، اللفظ اللي يعبر بدقة عن المعنى. مع عدم تعمد استخدام المحسنات البديعيه. الشاعر ما بيكونش متعمد ان هو يستخدم المحسنات البديعيه. ايه المحسنات البديعيه؟ اللي هي الجناس والطباق، الحاجات اللي انت برضو ايه هيكون عندك فكره او عندك فكره عنها وخدتها في البلاغه، وهناخدها مع بعض باذن الله وهنتكلم عنها بعد كده. كذلك قله استعمال الفاظ المجاز. المجاز المرسل ده درس انت هتاخده باذن الله في الترم الثاني، هو الكلمه اللي لها معنيين. الشاعر بيقلل قوي من استخدام الكلمات التي تحتمل معنيين. طيب شوف بقى بعد كده الجزء الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي القصيده الجاهليه لم تعرف وحده الموضوع. يعني ايه القصيده الجاهليه لم تعرف وحده الموضوع؟ يعني دايما ما تلاقيش، قليل قوي ما تلاقي قصيده جاهليه لشاعر في العصر الجاهلي بتتكلم عن موضوع واحد. ما تلاقيش القصيده كلها كده من اولها لاخرها بتتكلم عن موضوع واحد. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. طب هل الموضوع كان عشوائي؟ لا، ما كانش عشوائي. ده هم كان ليهم منهج معين، العلماء بتوع اللغه العربيه حددوا لنا المنهج ده ووصلوا لينا. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان اتبع الشعراء الجاهليين منهجا محددا لبناء القصيده. اول حاجه ان هو يبدا القصيده بالغزل والوقوف على الاطلال. دايما تلاقي مطلع القصيده او بدايه القصيده اول بيت او الاثنين او الثلاثه بادئين بالغزل والوقوف على الاطلال. يعني الغزل مفهوم اللي هو الشعر الرومانسي بقى والكلام اللي هو الجميل في محبوبته وكده. طيب الوقوف على الاطلال يعني ايه؟ الوقوف على الاطلال اللي هو الاطلال دي اللي هي الديار المهجوره. يعني الشاعر بيجي مثلا محبوبته كانت ساكنه مثلا في مكان في بيت معين، وبعدين هاجرت من البيت ده او من القبيله دي راحت لقبيله تانيه او لبلد تانيه، فالشاعر يبدا يتكلم عن ديار المحبوبه بتاعته. زي مثلا امرؤ القيس كده لما قال ايه؟ قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي. وهو الراجل هنا بيتكلم قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، هو ده الوقوف على الاطلال. وتسمى في بعض الكتب البكاء على الاطلال، هي القافيه نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، ذكرى وبقايا المنزل. بسقط اللواء اللي هو المكان بين الدخول في حوالي، بيبدا يوصف لي المكان بتاعه عشان ما ندخلش بس في ايه ونعقد الموضوع اكتر. هو معناها الوقوف او ذكر ديار الاحبه في مطلع القصيده، هو ده الوقوف على الاطلال. الوصف يبدا الشعراء بقى او الشاعر يبدا يوصف لي بقى معالم الطريق في رحلتهم وسفرهم، يبدا يوصف لي حيوانات الصحراء، يبدا يتكلم عن الناقه والجمل والامور دي كلها. بعد كده في المرتبه الثالثه يبدا يتكلم عن الغرض الرئيسي من القصيده. القصيده دي في الفخر، بيفخر بنفسه ولا قبيلته، بيمدح احد الملوك، قبيله في قصيده في الغزل، قصيده في الهجاء. الهجاء اللي هو السب يا اولاد، اللي هي ذكر المساوئ اللي هو عكس المدح، بيوصف حاجه معينه، اغراض الوصف وهكذا. في الاخر بقى بعض الشعراء بيبداوا يختموا القصيده ببعض انواع الحكم. طيب ده المنهج المحدد المعين للقصيده الجاهليه. نيجي بعد كده الى لماذا تعددت اغراض القصيده الجاهليه؟ طب هو ليه القصيده الجاهليه كان فيها اغراض كتير كده وكانت متعدده الاغراض كده؟ اول حاجه لان العرب يا اولاد كانت حياتهم قائمه على الحل والترحال. حياه العرب كانت قائمه على الحل والترحال. بمعنى ايه يا اولاد؟ بمعنى ان العرب ما كانوش مستقرين، فكان الشعر بالنسبه لهم هو سجل لديوان حياتهم. الشعر بالنسبه لهم كان سجل الى ديوان حياتهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العرب يا اولاد كانوا بيسجلوا كل شيء في حياتهم في شكل قصائد شعريه، حروبهم بقى وسفرهم ورحلاتهم وكل الامور دي كلها. فعشان كده كانت القصيده عندهم ما بتشتملش على موضوع واحد. نيجي بعد كده الى مجموعه من القصائد يا اولاد بتسمى المعلقات، وهي اجود وافضل القصائد الموجوده في الشعر الجاهلي التي وصلت الينا. هو يقال ان هم 7 قصائد ويقال ان هم 9، ولكن الراي الاقرب ان هم 7 قصائد لسبعه من
كبار شعراء العصر الجاهلي، وكل معلقة ليها قصة هتاخدهم بإذن الله، وهتاخد القصص بتاعتهم بالتفصيل في الصف الثاني الثانوي. طيب، المعلقات كانت بتسمى معلقات ليه؟ لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم؟ لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم؟ أول حاجة، المعلقات يا ولد سميت بهذا الاسم لأنها بيقال إنها علقت على أستار الكعبة، كانت بتكتب بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة. العرب كانوا أي شيء، كانوا بيقدسوا الكعبة جدا وكانوا بيحبوا الكعبة جدا، فكان أي شيء بيحبوه يقربوه من الكعبة، زي الأصنام كده كانوا بيقربوها من الكعبة. بعد كده لأنها سريعة التعلق بالأذهان، الناس كانت بتتعلق بيها جدا وبتحفظها بسرعه، فعشان كده تسميها بالمعلقات. بعد كده انها شبهت بعقود الدر التي تعلق على نحور النساء، زي العقد يا ولاد، الستات يعني بتلبسه في ايه، في رقبتها، فهي سميت بالمعلقات نسبة إلى إيه؟ عقود الدر، كأنها حاجة جميلة جدا زي الجواهر كده والمجوهرات والأمور دي، فبتتعلق على نحور النساء. طيب، مين هم أصحاب المعلقات يا ولد؟ المعلقات سبع معلقات لسبع شعراء، هم امرؤ القيس. مش مطلوب مني احفظ، انا بس مطلوب مني انا ابقى يعني ايه، اعرفهم بس. امرؤ القيس اللي هو امير شعراء العصر الجاهلي، زهير بن ابي سلمى، طرفه بن العبد، لبيد بن ربيعه، عنتره بن شداد، الحارث بن حليزه اليشكري، وعمرو بن كلثوم. هم دول اشهر، او هم دول شعراء السبع معلقات الموجوده في الشعر الجاهلي. بكده ينتهي الدرس بتاعنا النهارده. عند جزئية الشعر بإذن الله في الفيديو القادم سنتحدث عن النثر في العصر الجاهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.